السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كويسين ان شاء الله. هعمل معاكم وصفة حلوة وبسيطة وسهلة. ده ربع كيلو لحمة او ازيد من ربع سنة. انا شلت عن كده، شلت منه شوية. بس انا كنت معصجاها، كانت متعصجة عندي في التلاجة ومحطوطة. فكلنا بنعرف نعصج اللحمة يعني. عصجتها معاكم كتير قبل كده، بس بسخنها شوية كده في الوقع عشان كانت في التلاجة تفك كده من بعضها. هي طبعا فيها كل توابلها وكل حاجتها. قبل ما نبدأ في وصفتنا صلى على النبي ونصبحه. ودي قناتي، واللي مشتركش معايا كده يشترك. الاشتراكات بتاعتكم وبتاعتكم قليلة. اشتركوا معانا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتنسوش اللايك، اعملوا لايك وشير. وادعوا لحبايبنا في فلسطين، ربنا يفكها عليهم يا رب. ربنا يفكها عليهم وينصرهم على العدوين يا كريم. ادعوا لهم يلا عليكم. وده نص كيلو طماطم، عصرتها ضربتها في الخلاط. اللحمة طبعا فيها كل توابلها. ده معلقة سكر، معلقة صغيرة سكر عشان بس القوطة. لكن هي اللحمة متبهرة، لما عصقتها مبهراها، فمش هحط لها حاجة. نسيبها بس تغلي معانا وتتسبك، وهنشوف هنعمل مع بعضين. وصفة حلوة وسهلة وهتعجبكم، وما فيهاش مواعين كتير ولا حلل ولا سلق ولا غرف ولا حاجة خالص. هي في الصينية واحدة على طول، وسهلة وبسيطة. اللي بيتفرج معايا لحد دلوقتي يعمل لايك، اعملوا لايك وشير. انا ولحت البوتاجاز العين الناحيه التانية، ونقلت عليه اللحمه بالصلصه عشان بس الصلصه الغربيه. وحطيت هنا حله فيها معلقتين زيت، وفيها مكعبين زبده او 3 صغيرين. ودول 6 معالق دقيق، عشان نعمل مع بعض بشاميل. 6 معالق دقيق لان احنا محتاجين بشاميل كتير، وفي نفس الوقت سايل يعني ما يكونش هيبقى تقيل. وهحط شويه كام دقيق، كان الزبده طلعت كتيره عن الدقيق. فانت ممكن تقللي كميه الزبده شويه، والسمن او السمنه يعني هتحطيها. حطيت معلقه تانية بس مش مليانه يعني. نقلبه مع بعضين لحد ما لون الدجاج، البشاميل لونه يتغير، يصفر كده، يبقى مصفر غامق، ما يبقاش لونه فاتح شوي قوي، بغمق شويه عشان تحس ان الدجاج استوى يعني. كده تعرف ان الدجاج استوى. وده لتر اللبن، ده كيلو لبن هكبته كله، بس هو مش سخن، هو بدرجة حرارة المطبخ، فما تقلقيش مش هتكلكل معاك. هي البشاميل سخن، الدقيق بالسمن سخن، بس اللبن بارد فمش هيكلكحش معاك. لكن لو سخن على سخن تلاقيه كلكع. هي ميزتها بس انك بتقلبي فيها شوية. ودي فلفل اسمر،
وده توم بودرة، وده بصل. دي اللي فات السبع بهارات، وده بصل بودرة بس. هحط الملح بعد كده بس. يعني توابل البشاميل مش كتيرة. فلفل اسمر، لو عندك فلفل ابيض حط، بس انا ما بحبش الفلفل الابيض. وبصل وثوم بودرة، وربع معلقة سبع بهارات، ربع معلقة صغيرة. والبصل نص معلقة صغيرة، والثوم نص معلقة صغيرة، والفلفل الأسمر نص برضه، ونص مش مليان كمان، نص معلقة الشاي. ده ملح، معلقة ملح. ودي حبة ملح وشطة تاني، أنا دقتها لقيتها دلع. دول دنشة كده مش كتيرة، أقل من ربع المعلقة، عشان المعلقة الأولانية كانت مليانة. بس أنا الملح بتاعي ما بيحياكش كتير، يعني ما مملحش. ده مكعب مرقة، عايزاه حطيه، مش عايزاه ما تحطوش، دي حاجة اختياري. بس دي مش مرقة ماجي، دي مرقة خضار، مش مرقة فراخ. ودول كوبايتين مية تاني، كيلو لبن وكوبايتين مية. بس المية بضيفها بعد ما البشاميل بتتقل وبتستوي معايا وكل حاجة. ودي معلقة قشطة، معلقة قشطة مليانة كانت عندي في التلاجة، يعني مش ضرورية، يعني مش في الوصفة. عندك حط، ما عندكش ما تحطيش، لأن هي أساسا فيها زبدة كتير. بس احنا هنا عايزين البشاميل سايلة طرية، مش لفة، عايزينها خفيفة. بس هي بتقلبي فيها على طول زي ما انت واقفة بتقلبي فيها، بس هي لازم تغلي عشان تحسي ان هي استوت، طعم الدقيق الني يروح. وكده هنا غلى البتاع، غلت. ادام غلت خلاص، جبنا البلاركس او الصينية، اي صينية عندك، او الصينية البلاركس اللي زي دي، او صينية ألموني. وهنحط فيها شوية بشاميل من تحت كده، كبشتين 3 على حسب حجم الصينية. انا حطيت 3 كبشات مليانين في الصينية دي. الصينية بتاعت الطقم الوسط، مش الكبيرة والصغيرة، دي الوسط. ومعانا كيس مكرونة نص كيلو، هو مش نص كيلو، يعني 400 جرام او 450، وناشفة زي ما هي كده، مش مسلوقة زي ما انتوا شايفينها. بحطها نية، لا هنسلق ولا نعمل حلل ولا نغلب روحنا، اهي زي ما هي. اعمليها وجربيها وقوليلي. بس هي ما تنفعش تتكوم وتفرديها، لا، هي بايدك كده وبتوزعيها في الصينية كلها، عشان كل واحدة تفضل زي ما هي مكانها كده. عايزة ترصيها رص بواحدة رص، انا بحط كده عشوائي، بطريقة عشوائية بايدي كده، وبحاول اعملها اسويها واثبطها. انا حطيت نص الكيس من تحت نص الكيس في الحطة الاولانية دي بالظبط. انا ماسكة الكيس بايدي التانية. وهنحط شوية بشاميل على المكرونة.
حطيت كبشة كده، المكرونة عايمة في البشاميل من تحت ومن فوق. وهنا اللحمة كده استوت بتاعتنا، يعني ده غلط على التسبيكة بتاعتها، بس في نفس الوقت فيها صوص، فيها صلصة. أهو. طرية برضه لازم تبقى خفيفة وفيها صوص هي كمان. ما بتنفعش تزقيها عشان خاطر هتاخد المكرونة معاها، عشان هنا المكرونة مش مسلوقة عايمة. فأنا حطيت في النص وكملت بالسباتة أو بمعلقة كده، تكملي الجناب كده تحط فيها، بحيث ان ما تحركيش كتير في المكرونة. على مهلك وبالراحة كده. انا هنا اول ما ابتديت اجهز فيها والبشاميل استوت، انا ولعت الفرن على درجة حرارة 180، علشان على ما ركبت الحاجة على بعضها يسخن. مهم. وكده انا حطيت المكرونة اللحمة كلها اللي انا حطيت عليها القوطة. واللحمة زي ما قلت لك كنت معصجاها قبل كده، وكان عليها توابل وبهاراتها يعني وحاجتها، ما حطيت لهاش حاجة غير السكر بس عشان القوطة. هنحط بقية المكرونة بقى، بقية الكيس المكرونة النص التاني. واحدة وقعت مننا في البشاميل مش مشكلة، يعني هتيجي برضه. هنكمل بقى صوص البشاميل اللي بقيته. برضه هنا ما تنفعش تكب كب في نص حتة واحدة وبعدين توزعي بالكبشة كده، وزعيها كلها. الكبشة هتريحك، هتكب في كل حتة من غير ما تقلبي ولا تزق كده يمين ولا شمال، بس عوميها. واللي معايا لحد دلوقتي منساش اللايك، منسوش الاشتراك. اشتركوا معانا، اشتراكوا بيكترنا ويشرفنا، القناة تكبر بيكم ومشاهدتكم. مشاهداتكم قلت، خشوا عندنا على القناة هتلاقوا وصفات حلوة وحاجات على قد ايدينا. وهنا البشاميل هي كترت مني، فانا اللي فاض شلته ما رمتوش، حطوه في برطمان وشلته في الفريزر. يعني انت ممكن تعملي 6 معالق بس، ما تحطيش ال7 او 5 معالق. بس هي عشان هي لازم تبقى خفيفة.
كده 100. فاضل تيجي كبشة بشاميل ولا كبشتين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودي نص كوباية جبنة شيدر. عندك شيدر حط، عندك موتزاريلا حط. يعني ما لقيش عندي موتزاريلا فحطيت الشيدر بس. ده يجي لهم نص كوباية، هم نص كوباية أقل كمان من نص كوباية. ما عندكيش جبنة خالص، اكسري بيضة على البشاميل اللي في النص الأخير وحطيها عليه بس، تبقى آخر حلاوة. ما عندكيش جبنة حط بيضة زي ما قلت لك على النص الأخير بتاع البشاميل اللي على الوش، اكسري عليه بيضة وحطيها وربيها كده معاهم بحبة فلفل أسمر وحطيها على البشاميل وحطيها على الوش بدل الجبنة. مع البشاميل هتديكي هتحمر لك الوش برضه. انا بس بنضف الصينيه بس من الطرطشه عشان ما تتحرقش الحاجات اللي بتبقى على الحرف الصينيه دي. وكده هندخلها الفرن معاكم ان شاء الله. انا مولعه الفرن زي ما قلت لكم من ساعه ما بديت احضرها. اهي بوريها لكم. دخلناها الفرن وكده طلعت معانا والله من غير حلفان، طلعت زي الفل والمكرونه مستويه مستويه وهي هنا سخنه مولع. بس هوريها لكم. بس انا ماسكه بالمسكه بس عشان انا الصينيه مولعه. جبت معلقه اسند بيها حته البشاميل وهي طالعه المكرونه. شايفين؟ شايفين؟ والله استوت المكرونه مش مسلوقه واستوت. وكده خلصت وصفتنا، والهنا والشفا صحتنا على